الجزائريين قدروا يحولوا هذا المنظر لهذا، من منطقة بتستورد احتياجاتها الغذائية لمنطقة بتصدر منتجاتها الزراعية لأسواق أوروبا والعالم. مين هالمنطقة؟ مشوا معي لخبركم. الجزائر بتطمح حتى تحقق اكتفاء الذاتي من الإنتاج النباتي والحيواني، بس بالرغم من إنها أكبر بلد بإفريقيا إلا إنه 87% من مساحتها الكلية صحراء. لهيك اعتمدت مبدأ استصلاح الأراضي، وواحد من الأراضي اللي تم استصلاحها هو وادي سوف. هالوادي قدر أهله يحولوه لجنة خضراء فيها كل شيء بيخطر على بالك، من تمور وبطاطا وطماطم وقمح وحتى زيتون. وهالمنتجات كلها بتحتل المراتب الأولى بالإنتاج الوطني وبتتصدر لأسواق أوروبا والعالم. مو بس هيك، هالولاية قدرت تتخلص من 80% من مشكلة البطالة فيها لأنها خلقت فرص عمل لسكانها بالزراعة. وانتو خبرونا شو أهم ثروة ببلادكم؟